السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا أبو علي، شلونك؟ يا مرحبا، يسعد أيامك. مرحبا يا الغالي. إيه حفظك الرحمن. شيخنا ياسر، أنا صادفني اليوم موضوع أبغى أستفسر منك فيه، يخص كلمة النرجسي والنرجسية والنرجسيون. الكلمة هذه هي عصرية؟ هل لها مرادف عربي؟ المرادفات العربية الشرعية هي كلمة معروفة لاتينية مأخوذة من زهرة النرجس، نرجسي، نارسستيك. الكلمة أصلها يوناني، يعني لاتيني، شو اسمه، ترجمت إلى الإنجليزية ثم إجتنا للعربية معناتها النرجسية. بالمعنى الشرعي الإنسان المتكبر، الإنسان المغرور، الإنسان المعجب بنفسه، المتعالي، منتفخ الذات، هذا هو النرجسي معنى ذلك. أما بالمعنى السريري، النرجسي بالمعنى السريري الكلينيكي، بمعنى أنك تشخص أنك نرجسي، فهم نسبتهم 2 إلى 3% في المجتمع. يعني كل 100 2 1 3 حسب المجتمع. كلما كان المجتمع مترفا غنيا زادت النرجسية عندهم، كلما قل الترف قلت النرجسية عندهم. ولذلك بعض الدول دون ذكر أسماء تكثر عندهم ايش هذه يعني هذه الشخصية. تمام يا الحبيب. وموضوع تكلمت حولها في مقطع كامل. اللي التمسه اليوم انه يتم استخدامها بطريقه تشجع على النشاز والعصيان وتمرد النساء. هل هذا شيء واقع؟ نعم، وتكلمت كذلك في هذا الموضوع. لماذا يستخدم اسم المقطع، لماذا يستخدم النسويات كلمة النرجسية بكثرة؟ لأن تظن أن القوامة سيطرة، ومن شخصية النرجسي حب السيطرة. تمام. فتقول لك بما أن هناك قوامة، الرجال يقول لي لبسي لا تلبسين، إذن هذه سيطرة، إذن أنت نرجسي. هذا غلط، هذا كلام غلط. صحيح مو صحيح؟ يعني أنطيك مثال. الآن ضابط بالجيش، فايش يقول لك أبو علي استعد. نعم سيدي، نعم. أنت تقول هذا ضابط نرجسي؟ لا، لأن هو الآن هو عنده نوع سيطرة للسلطة التي عنده. الرجل عنده سلطة، أخذ هذه السلطة من الشرع، أي أنه قوام، عنده القوامة، فرميه بالنرجسية هاي من النسويات. لكن قد يكون نرجسي بالمعنى الكلينيكي. من الذي يشخصه؟ المختص. ذلك أحد الأخوات مرة اتصلت بي فقالت لي إن زوجي نرجسي. قلت له من شخصه؟ قالت شفت أكثر من مقطع في اليوتيوب وعنده هذه الصفات. قلت لها هناك 9 صفات أو سمات، أعراض، اذكري لي 5، لأن إذا موجودة 5 من 9 فهو نرجسي. أعطيني 5. قلت لها يلا. قالت والله شايف روحه. قلت لها شايف روحه ما تكفي، لازم مثلا عنده مع استحقاقية غير مبررة. تمام. عند انتفاخ الذات، يحب المدح دائما، ما يتنازل عن رأيه أبد ولو كان باطلا. طيب اذكري لي هذين ال5. ما جابت لي بس واحدة، لأنه يقول لها لبسي ولا تلبسين. أحسن شيخنا. المصيبة الكبرى أنه يتم ملاحظة أنه بعض المستشارين يستخدمون الكلمة هذه للبث بعقول النساء لجلب الرزق بطريقة غير شرعية وفصل الأزواج. هذا الشيء اللي يعني هي وكلمة التوافق كذلك. أنا أقول لك ليش يحبونها، ليش يحبون كلمة نرجسي. الناس ليش تحبها؟ لأنه إذا كان إنسان نرجسي المقابل ايش يكون؟ متواضع، متبعل، ولا شيء؟ لا. إذا واحد نرجسي غالبا سيطرة، والثاني شو يكون؟ ضحية. لا، ضحية. أوكي. ضحية، مظلوم. لا مو مطيع. مطيع هذه كلمة جميلة، لكن غالبا إذا قلت اللي هي شنو تقول لك أنا الناجية من جحيم النرجسي، ضحية نرجسي، هذا معروفة في أدبيات علم النفس. تمام. فغالبا من يقول لك أنت أبوك نرجسي وأمك سايكوباثية وزوجك نرجسي، إذا أنت شنو؟ أنت ضحية. والناس تحب هاي الطبطبات، يعني طبطب علي أنا والله مظلوم، والله كل من حوالي نرجسي وأنا الطيب المظلوم، والله كل الناس ما تحبني وأنا الطيب. ويجي يرسم لك قلب حب
ومضروب بسهم ونازله منه قطرات وحاط لك كاس والكاس انكسر لان طاح به الدم مدري ايش. هذه كارثه كبيره جدا. هو هاي لذلك الناس وبعض النساء تحب الكلام حول هذا الامر حتى تشعر بالطبطبه وان من حولي كلهم ظلمه. لكن المسترزقين من هذه الكلمة بالقضايا والاستشارات يعتبروا أهل تخبيب. نعم تجيك شو اسمه توب على قولة بالإنجليزي القمة. تريد أنت تطيق تكلم عن النرجسية. أيوة الله المستعان يا بارك الله فيك. شكرا لك يا شيخ. بارك الله فيك. مع السلامة. عليكم السلام. أبو شاب تفضل أبو شاب. والله ما أعرف الليلة ما أظن عندنا شو اسمه خسوف. بارك الله فيكم. احنا ما عندنا